كلنا بنبقى متحمسين جدا عشان ناخد الأجازة، خصوصا لو بعد فصل دراسي شاق، وبيبقى عندنا توقعات خيالية للحاجات اللي هنعملها في الأجازة دي. لكن في الغالب بنرجع الدراسة من غير ما نحقق حتى جزء صغير من الحاجات دي. في فرجة هنقول لكم ازاي نستفيد من الأجازة أقصى استفادة عشان نستغل كل لحظة فيها بشكل مثالي. مع أول يوم ليك في الأجازة حط لنفسك عدد من الأهداف اللي لابد تحققهم في الفترة دي. مهما كانت اهتماماتك أو هواياتك هتلاقي أهداف ممكن تحققها فيهم، وحط في اعتبارك إنك هتيجي في آخر يوم وتحاسب نفسك عليهم. هتسأل نفسك أنجزت قد إيه منهم، وهل أنت راضي عن اللي أنجزته ولا لأ. أسلوب محاسبة النفس يعتبر الأكثر فعالية لإنجاز الأعمال. احرص انك تتعلم حاجة قبل انقضاء الاجازة، حتى ولو حاجة بسيطة، لكن احساسك انك خرجت من الاجازة بعد ما اضفت لنفسك حاجة جديدة هيخليك في غاية السعادة بكل تأكيد. خليك مدرك ان مفيش نهاية للمحتوى العلمي في اي مجال، وان دايما في لسه حاجات تتعلمها مهما كنت خبير. الأجازة هي فرصة مثالية لإعادة الاتصال بالأصدقاء والأقارب. كتير مننا مش بيقدر يقوم بمهامه الاجتماعية نتيجة الانشغال بالدراسة والامتحانات، لكن مفيش شك إن في الأجازة هيبقى عندك الوقت الكافي عشان تتواصل معاهم وتسأل عليهم. ما تنساش إن الهدف الرئيسي من الأجازة هو الراحة والاستجمام والاستمتاع. الدراسات بتؤكد إن الحصول على وقت كافي من الراحة في الأجازة بيزيد من القدرات الذهنية، وبيساعد الأشخاص دول على تحصيل درجات أعلى من غيرهم عند بدء الدراسة. يا ريت تشاركونا في التعليقات أهدافكم للأجازة دي، ولو لسه محددتش أهدافك ممكن تقرأ معانا التعليقات عشان نسرق شوية أفكار من أصدقائنا. ولو لسه مشتركتش في القناة دوس سبسكرايب عشان توصلك فيديوهاتنا كلها، وكمان لايك وشير، وتابعنا على فيسبوك لو عايز. يلا أجازة سعيدة.